صينية البطاطس دي لو عملتها كل يوم مش بزهق منها ابدا. ده غير ان هي سهلة وخفيفة وسريعة، ما بتاخدش ربع ساعة بجد، والريحة بتاعتها بتقلب البيت حرفيا. تعالوا بقى اقول لكم انا بعملها ازاي. جبت الفراخ بتاعتي، كنت مقطعه شرايح بصل كده دواير. بعد كده بدأت انزل على الفراخ، وحطي التوابل بقى اللي انتي تحبيه. انا بحط فلفل اسود، كمون، كزبرة، 7 بهارات، وشطة، وطبعا الملح بتاعك. ضيفي بقى ربع كوباية زيت، حاجة كده بسيطة. بعد كده تقلبي كل المكونات دي في بعضها. دخلي التتبيله جوه الفراخ. البطاطس بتاعتك بقى تكوني مقطعاها حلقات كده، وتنزليها على الفراخ بحيث ان هي تاخد من التتبيله بتاعه الفراخ والبصل. دبس الرمان بيوديها في حته تانية. حطي معلقه دبس رمان عليها وشوفي الريحه والطعم هيبقوا عاملين ازاي. انا طبعا ما بعصرش طماطم ولا كلام من ده، انا بستخدم صلصه. 4 معالق صلصه على كوبايتين كبار ميه، وبعد كده انزلي على البطاطس والفراخ. عشان بقى تودي الطعم بجد في حتة تانية، حطي عليها فلفل حامي. حطيها على البوتاجاز بتاعك يستوى. هتاخد ربع ساعة على ما تستوى، اكون انا بقى بعمل الرز. هنا جبت لسان العصفور، بدأت احمره كده. انا هنا بعمل الرز بطريقة مختلفة شوية، بس بجد طعمه بيبقى تحفة. وكنت غاسلة كوبايتين رز، نزلت على لسان العصفور بعد ما خدت اللون الذهبي الخفيف كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى بحط العقد بتاع الرز. انا حطيت كوباية مية كبيرة لاني ما كنتش عاملة رز كتير. وتحطي الملح بتاعك طبعا حسب الرغبة، سواء ملح كتير او قليل زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بتوطي عليه وبتسيبيه بقى يستوي مع نفسه، مش هياخد برضو وقت. هنا خلاص كانت البطاطس بتاعتي بدأت تستوي. انا عايزاها كده تكون فيها صلصة وباينة، تبقى جوسي كده، والرز بتاعي كمان استوى. تعالوا بقى ناخد صينية البطاطس بتاعتنا وندخلها الفرن عشان تتحمر. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم ريحتها كانت قلبة البيت. هنا بقى كنت طلعتها، البطاطس كان طعمها تحفة، والرز كمان مع الفرخة، وبألف هنا.